اهلا بيكم. هنعمل النهارده الفراخ بالمرتة، حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين اصلا لحمتها عامله ازاي؟ شايفين الخلطه اللي احنا حاطينها تحت الجلد بتبقى شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال، ناعمه وجميله. وهتاكلي الخلطه اللي هنحطها في قلبها قبل الفرخه نفسها. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. في قلاية على النار هنحط حوالي نص كيلو من البصل، يكون متقطع مكعبات زي ما انت شايفة كده، ويكون التقطيع بتاعه كبير زي ما انت شايفة. ممكن لو حبيتي تقطعيه شرايح او جوانح او جوليان مفيش مشكلة خالص. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهنقلب البصل مع الزيت، وهننزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود. البطل معانا النهاردة الفلفل الاسود. هنسوي بقى البصل ده كويس قوي وهنركنه على جنب. في الخطوه دي هنجيب الفرخه بتاعتنا، طبعا هنكون غسلناها كويس قوي وصفيناها من اي حاجه. انا ما تبلتهاش وما حطيتش عليها اي حاجه لسه. وكمان البصل معانا كده جاهز. هنسيبه بس ثواني لحد لما نحط الملح والفلفل على الفرخه. انا مش هستخدم اي توابل خالص ولا اي تتبيله على الفراخ غير الملح والفلفل. وهبتدي ادعك الفرخه كلها بالملح والفلفل كويس قوي. شايفين؟ زي مساج كده على الفرخه كلها. واهم حاجة اكون فصلت الجلد عن اللحم، زي نظام الحمام بالظبط، كأنك هتحشي الحمام. شايفين؟ بالطريقة دي هحط الملح والفلفل في كل حتة في الفرخة، من تحت ومن فوق وكمان من تحت الجلد. هبتدي احشي الفراخ بتاعتنا بالبصل اللي معانا من تحت الجلد ومن قلب البطن كمان. هتدخلي البصل، شايفين، من تحت الجلد كأنك بتحشي حمام. هنا احنا هنحط كمية البصل اللي معانا كلها، ما تقلقيش، ده مش رز علشان يخلي الفراخ بتاعتنا تتفتح او تفرقع زي الحمام ولا اي حاجة. احشي زي ما انت عايزة. كده الفرخة اتحشت معانا وكله تمام. هنبتدي بقى علشان شكلها يكون لطيف في الاخر. هنكتف الرجلين بالشكل ده كده. شايفين؟ اي خيط يكون قوي شوية، بلاش الخيط الرفيع بتاع الخياطة العادي ده، ويكون خيط جامد شوية ويكون خاص بالاكل. هربط بقى الرجلين بتوع الفرخة بالشكل ده كده وهركنها على جنب لحد ما نشوف الخطوة التانية. الخطوة التانية معايا بقى البوكيه جرنيه او الخضار اللي هنحطه تحت الفرخة. انا هنا معايا بطاطس وجزر وبصل وطماطم وكوسة. طبعا الخضار متقطع بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. لازم اكون مقطعاه بالشكل ده، يكون محمل شوية علشان يتحمل التسوية وما يبص مني او ما يتهريش مني في اثناء التسويه. هنزل بقى كل الكلام ده كده ني مع بعضه تحت الفرخه، وابتدي اتبل البصل والطماطم والكوسه والجزر بتتبيله بسيطه قوي. معايا هنا بابريكا، معايا بهارات سبعة، معايا واحدة مرقة دجاج، معايا فلفل اسود، ومعايا ملح. هي دي كل التتبيله اللي انتوا شايفينها معايا ما شاء الله. هبتدي انزل بيها على الخضار، وعليهم كمان ربع كوبايه من الزيت او معلقتين من الزيت. بالطريقه دي هبتدي بقى ادعك كل الكلام ده كده وادمج البهارات مع الخضار زي ما انتم شايفين كده. عايزين تكتفوا لحد هنا وما تحطوش اي حاجه تانية، بيبقى حلو قوي وبيستوي ويبقى جميل. بس انا زودت معلقتين كبار من صلصه الطماطم كمان عشان عايزه لونه يكون احمر حاجه بسيطه. وهزود معايا هنا كوبايه لكوبايه ونص من الميه او الشوربه. وهي كده صينيه الخضار جاهزه معانا. هبتدي انزل عليها بالفرخه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. الخطوه اللي جايه دي خطوه اختياريه برضو. انا معايا هنا معلقه من صلصه الطماطم، وعليها معلقه من العسل الاسود. ممكن تبدلي العسل الاسود بدبس رمان لو مش متوفر. رشه بسيطه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وعليهم عصير ليمونه كبيره، وعليهم معلقه صغيره من الزيت. ما تكتريش زيت، بس كده. هبتدي اقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه. ممكن تكتفي بانك تحطي بس رشة ليمون مع شوية زيت وتدعكي بيه الفرخة من فوق لو مش عايزة تعملي الخطوة دي. لكن الخلطة دي بتديها لون حلو قوي وكمان طعم حلو ومميز. نزل الخلطة بتاعتنا كده على وش الفراخ، واللي هيفيض مننا هنزله على وش الخضار. صدقيني من اكتر الطرق اللي هتعجبك للفراخ. هبتدي بقى ادخل الصينيه بتاعتنا على درجه حراره عاليه اول 15 دقيقه فقط. بعد كده هننزل درجه الحراره لمتوسطه لحد لما تستوي كلها سوا تمام. هي كده بعد حوالي ساعه ونص في الفرن على درجه حراره متوسطه. شايفين لونها رائع ازاي؟ شايفين الخلطه اللي حطيناها على الوش ادتها لون جميل ازاي؟ وكمان الخضار معانا مش مهري علشان قطعناه تقطيع حلو ومحمل. شايفين؟ انتوا لو كنتوا قطعتوه او لو كنت قطعته اقل من كده كانت هرى وداب معايا في الفرن.
تعالوا بقى نفتح الفرخة ونشوفها من جوه عاملة ازاي. ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال، مفيش غلطة. اللحم من جوه دايب جدا، الجلد من بره واخد سواه بالكامل، اللون رائع، حاجة ما شاء الله. يعني مش عايزة اقول لكم مفيش فيها غلطة. كمان الخلطة اللي بره ديت بتتاكل قبل الفرخة نفسها. ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال بجد. مش هتندمي ابدا انك عملتيها بالطريقة دي. حاولي تجربي طرق جديدة للفراخ، وحاولي تنوعي في الاكل اللي انتي بتعمليه. صحيح هي فرخة لكن بنعمل لها 100,000 طريقة علشان تعجب ولادنا وكمان ينبسطوا من اكلنا. كلها حاجات بسيطة وسهلة لكن بتفرح ولادنا جدا. ياريت بقى لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.